يا اخواني طلع قانون جديد قبل فترة في الامارات، قانون حمل خارج اطار الزواج. قبل القانون كان يجرم على هذا الشيء، بس اليوم يعني واحد ووحدة ساكنين في شقة، واحد ووحدة في فندق بدون عقد زواج، زين الامور طيبة. الحين صاحبنا يقول روحي والقلب داعي لك، يعني انت روحي ازني عربدي وسوي القانون اليوم معاك، زين يعني بدون زواج، يعني مثل حيوانات عزكم الله، بدون عقد زواج، بدون شريعة إسلامية، انت في التمام. البنت بتي بتقول اوكي يا صاحبنا الحين انا زنيت وسويت، الولد اللي في بطني حرام وانا اوديه. صاحبنا شو يقول؟ الفياجرا علينا والولد هذا ولد حرام، يعني خلاص منحطه مسجله في الدوله، يعني كل شيء قانوني 100%. يعني لا احترام عادات والتقاليد، لا احترام للعادات والتقاليد الإسلامية، لا احترام للمجتمع الإماراتي المحافظ، طز في العرب انتو خلاص. انا مثل ما قال السفير الإماراتي في أمريكا، دولة الإمارات تعزل الدين الإسلامي بشكل عزل الدين الإسلامي بالكامل عن الدولة. هذا هو طريق المستقبل، والحكومة الإمارات تؤيد على هذا الكلام. الحين نحن يقولون احنا شو خلاص نحن انفتحنا، نحن الثقافات كلها عندنا، يعني يابو معبد السيخي، يابو معبد البوذي، شيء واحد انت ما جبت يا ريكي، شو هو معبد عبادة القضيب. صدق والله ليش ما جبت جبت كل الديانات وكل هذا، وما شاء الله انت رقم واحد الحين بعد هذا الفعل. بينت للعالم، انت تراك تقول نحن دائما رقم واحد، بينت للعالم انت رقم واحد في الدعارة. يعني عيشوا روحوا ازنوا، طز في الاسلام، نحن طز في العرب، اموركم تمام. فهمت؟ يعني خلاص حتى الخمر يا اخواني خلاه حلال، كل شيء حلال في حلال. يعني قبل كان خمر حلال، بس الحين قبل كان يعني بالدس، بس الحين كل شيء علانية، زين. وهذا الشيء يا اخواني من خطوات الشيطان. وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بتأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، يعني البس بالمعروف كل شيء تمام، ولا تنهون، تشوفون المنكر ما تنهون عنه، وينزل عليكم غضب من السماء من رب العالمين، زين، وانتم تدعون ليل ونهار فلا يستجيب لكم، زين. يعني يا اخواني انتم خلاص شعب الاماراتي ابشروا بشيء واحد، الخزي والعار من الاخر من الاشياء اللي تصير. خلاص نحن مجتمع متفتح، نحن مجتمع كذا، والحكومة تفكر بالأجانب وتنسى المواطن الأصلي البطالي العطالي اللي لا بيت لا حياة لمن تنادي. يعني الأجنبي أنت تعال زق على راسي أنا بنحني لك، وخلي المواطن شو يبون في المواطن ما عنده شيء، يبون الأجانب. خلاص الدولة صارت دولة حتى بوليسية، ما تقدر تتكلم بالحق، ما تقدر تقول انت ظلمت، تسكت وتاكل تبن، زين مالك، يعني خلاص. اهم شيء هالرسالة توصل.